السلام عليكم. معلش اعذروني بس المنظر. انا من صباحيه ربنا وعمال اعمل ورق وكده، فطبعا انتوا ما ادراكوا يعني كلنا عارفين يعني التعامل مع الحكومه والورق الحكومي والكلام ده كله بيحصل في الواحد ايه. المهم، النهارده في حاجه مضايقاني بقالها فتره وعايز اتكلم فيها. اللي هو باختصار كده هو الاساس الموضوع اللي هو الاقتصاد المصري. ان هو التقارير اللي عماله تطلع والناس اللي عماله تتكلم يقول لك احنا الاقتصاد في تطور وطبعا في اتنين بالذات انا عايز اتكلم عليهم. واحد اكيد هو بيفهم اكتر مني في الاقتصاد، الا وهو المهندس نجيب ساويرس. في تويتايه طلعت له من فتره هو كان بيقول ان اللي بيحصل في مصر ده شيء كويس، وان شاء الله الموضوع هيبقى احسن وفي تقدم. هو انت اكيد يا باشمهندس انت بتفهم اكتر مني اكيد في الاقتصاد، بس انا عايز افهم انت بتقيس بناء على ايه؟ هل بناء على الشركات وعوائدها، ولا بناء على معيشة المواطن المصري؟ لان لو انت بتقيس على الشركات فاكيد الشركات في وقت من الاوقات بتستفاد، وخاصة دلوقتي عمالين بيقللوا الفايدة في البنوك، فاللي شايل الفلوس على جنب ده بيتأذي. لكن الشركات اللي هي بتاخد قروض اللي هم اساسا ما بيدفعوش عليها، على حد فهمي يعني، ما بيدفعوش عليها ضرائب علشان ده بيبقى دين. فانت بتشتري وبتشتغل بدين، فبالتالي انت ما بتدفعش ضرائب او بيقلل لك الضرائب بتتعمل على الدخل المكسب، فبيتشال منها الدين. فده طبعا هيبقى كويس، حاجه كويسه للشركات والمؤسسات والكلام ده كله. لكن بالنسبه للمواطن، المواطن ما بيستفادش، ده بالعكس بيتأذي. وخاصه ان المرتبات زي ما هي دلوقتي بيقول لك مثلا 7000 جنيه الحد الادنى. احب اقول لكم يعني اللي انا شايفه ان ال 7000 جنيه دي اقليه هم اللي مستفيدين بيها، اللي هم بيشتغلوا في الحكومه. لكن اللي بيشتغلوا باليوميه، اللي بيشتغلوا في شركات خاصه، وخاصه ان الموضوع ال 7000 جنيه دول يعني في معايير معينه، لو انت ما وصلتلهاش خلاص مش ملتزم بالموضوع الحد الادنى ده. فالموضوع ده بالنسبه للناس ما بيأثرش عليهم جامد. معظم الناس ما بتاخدش المبلغ ده، وانا اعرف ناس شغاله في جهات حكوميه بس ما بتشتغلش، مش موظفين، بيشغلوهم عشان يتهربوا من موضوع ان هم يدفعوا لهم المرتب ويأمنوا عليهم والكلام ده كله. بيعملوهم متعاقد بفتره معينه. وانا فاكر زمان الكلام ده، كنت انا يعني كنت صغير في اوائل الالفينات، كان في ناس اعرفهم شغالين بيقول لك انا بشتغل، بيقولوا بيشتغلوا 3 اشهر، بعدين يرفدوهم يوم، بعدين يرجعوا يعينوهم تاني علشان يبعدوا عن حته التثبيت. الكلام ده كان في 2001 2002 على ما اتذكر. فدي حاجه، انا الباشمهندس نجيب ساويرس اتمنى ان انت ما تقول على حاجه زي كده تفهمنا، هل انت بتتكلم على الشعب المصري الناس العاديه، ولا بتتكلم على الشركات؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، كل الشخص الثاني يعني كلنا طبعا عارفينه، اللي هو المذيع اللي اسمه يوسف الحسيني. وكلنا فاكرين اللي هو قاله ساعة ما بيقول انا بفهم الاقتصاد كويس قوي وانا شاطر كنت في الاقتصاد والدولار مش هيطلع عن 23 الكلام ده كله. الكلام ده كان من كام سنة. فساعتها يعني ناس كتير قالوا له ازاي الحال، كان ساعتها كان وصل 26 27 يوم، لا وهينزل ومش عارف ايه. بعدين دلوقتي طلع علينا تاني بيقول انا بفهم قوي في الاقتصاد، نفس الجمله، انا بفهم قوي في الاقتصاد وانا عارف انا بقول ايه ومش عارف ايه، والاقتصاد في نمو والكلام ده كله. انت تاني ليك وش، او هل عندك الجرأة ان انت تتكلم تاني وتقول نفس الكلام، مع ان الناس كلها شافت ان انت يعني انا من رأيي يعني ان ده سكريبت وجاي لك وانت لازم تقوله. لان مستحيل تكون انت تقول انا بفهم في الاقتصاد وجاي بتعيد نفس الغلطات اللي انت كنت بتعملها قبل كده. يبقى انت حاجه من اتنين، يا اما بتضحك علينا يا اما بتضحك على نفسك. فاتمنى ان انت لما تيجي توجه الكلام ده، وخاصه ان انت المفروض مذيع وليك شعبيه، والكلام ده مش ليه هو بس، ده لكل المذيعين، انتوا ليكوا شعبيه، فما تضحكوش على الناس شايفه وحاسه ومتبهدله. انا كميه الناس اللي بتطلع خلاص مش قادره يعني بتصرخ. في واحده انا شفت لها فيديو بتقول هنعمل ايه، ده بتمسك عيالها واحد يقول لي طب نبيع العيال لان احنا مش قادرين ناكله.
انت بتتكلم على ايه؟ وغير كده برضو الاستاذ يوسف الحسيني طلعت منظمه من المنظمات اللي هي بتراجع على الاقتصادات وبتعمل زي رؤيه مستقبليه للعمله بتاعت البلد. توقعت ان مصر الدولار هيعلى فيها لحاجه و50 او حاجه و60 جنيه في خلال سنه مثلا. فانت يعني هل انت شفت التقارير دي؟ هل انت حطيت الاسس دي في الكلام اللي انت بتقوله، ولا انت بس بتتكلم كده عشان تحاول تهدي الناس؟ مش عارف. فاتمنى ليكم، اتمنى منكم ان انتوا تفكروا في الناس قبل ما تتكلموا، لان انتوا كلامكم بيغيظ الناس وبيضايق الناس زياده، لان الناس حاسه وشايفه. انا عايز اعرف انتوا بتتكلموا على الاقتصاد ايه؟ اقتصاد ايه اللي بيتحسن؟ الاقتصاد بيتحسن معناها بالنسبه لي انا، وعلى ما اعتقد بالنسبه للناس كلها، ان معناها الواحد يقدر يعيش كويس، ثمن السلع ينزل، ان المرتب يكفي. مش هقول لك ان انت لازم تحوش او تعيش برفاهيه وي بس يكفي مصاريفك اليوميه ومصاريفك الشهريه، اكل شرب ومواصلات وفواتير اللي هو كهرباء ميه وغاز والكلام ده كله يكفيهم. مش بقول لك ان هو ما يشيلش جنيه زياده يا سيدي، بس يكفيهم مصاريف المدارس. ده طبعا الموضوع المدارس ده هنتكلم فيه في فيديو تاني. بس هل هو ده بالنسبه لكم التحسن الاقتصادي، ان انتوا الشركات تكسب، ولا ان الناس تقدر تعيش؟ يعني اتمنى ان انتوا تفهمونا انتوا بتتكلموا بناء على ايه. على العموم، قبل ما اخلص معاكم، ربنا ان شاء الله يا رب ينصر اخواتنا ويأيدهم بنصره، ونشوفهم احرار باذن الله، وربنا ياخد البعد. السلام عليكم.